ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أقسم بالله إن حققت التقوى سيجعل الله لك مخرجا من كل هم أنت فيه، ومن كل غم أنت فيه، ومن كل كرب تعرضت إليه، ومن كل ابتلاء تعرضت إليه، ومن كل محنة تعرضت إليها. حقق التقوى، ما تدورش على جواب الشرط قبل فعل الشرط. المشكلة أننا نبحث عن جواب الشرط قبل أن نحقق فعل الشرط. حقق فعل الشرط وكن على يقين بجوابه، لأن الذي وعد بذلك هو الحق جل وعلا. ومن يتق الله، ومن يتق الله فعل الشرط. الله تبارك وتعالى يقول يجعل له مخرجا. الله هو القائل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذكرت لكم قبل ذلك أن حاتم الأصم، وهو رجل من الصالحين ممن حققوا التقوى والتوكل على رب العالمين، قالوا له مرة يا حاتم بما حققت التوكل على الله؟ فقال بأربعة أشياء. قالوا ما هي؟ قال علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. يا سلام. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، خلاص. وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به. وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. الله أكبر. سمع الناس يلبون وعقدوا النية على الذهاب لحج بيت الله الحرام، فاشتاق إلى الحج فجمع أولاده وقال لقد عقدت النية على السفر لحج بيت الله الحرام هذا العام. فقالوا ومن يتولى أمورنا ومن يرعانا ومن ومن ومن. فترك عندهم ما يسر الله تبارك وتعالى له وسافر، بعدما سمع بنتا تقية من بناته تقول له يا أبتي اذهب إلى حج بيت الله الحرام وتوكل على الله، ونسأل الله أن يجعل لنا مخرجا فإنك لست برازق. الذي يرزقنا ويرزقك هو الرزاق ذو القوة المتين. وسافر حاتم، وبعد أيام قليلة نفد أي انتهى الطعام في البيت، ودخلت الأم مع بناتها على هذه البنت التقية بالتوبيخ والتقريع. انت يعني كنت مسحوبة من لسانك كما نقول نحن، طب اطلع انت بقى أكلينا وشربينا. فدخلت هذه البنت التقية وخلت بنفسها ورفعت سؤلها إلى ربها وقد حققت التقوى، وقالت إلهي ومولاي لقد عودتنا فضلك فلا تحرمنا من فضلك. إلهي ومولاي لقد عودتنا فضلك فلا تحرمنا من فضلك. وأنت القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي نفس التوقيت الرزاق ذو القوة المتين الذي يدبر أمر الكون، الذي يرزق الكفار. وأنا أعجب، أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ أمر عجاب. أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ أمير البلدة يتفقد أحوال الناس، وأمام باب حاتم الأصم العطشان الحقوني بكوب من الماء، فأسرع جندي من جنوده الذين خرجوا معه إلى أقرب باب، إلى باب حاتم الأصم، وقال أحضروا ماء كوب ماء للأمير، أحضروا كوب ماء للأمير. فلما علم أهل البيت أن الماء للأمير أحضروا كوبا نظيفا وماء جميلا باردا. وهذا ليس من التملق يا شباب، ليس من النفاق يا أولادي، بل هذا من الدين أن ننزل الناس منازلهم. هذا من الدين أن ننزل الناس منازلهم. لا يليق أبدا أن يأتي إليك رجل من أهل الفضل أو من أهل الدين أو من أهل العلم وأن تعامله معاملة عادية،
بل الواجب أن تنزله منزلته التي أنزله إياها ربه جل وعلا، إن كان من أولي الأمر أو من العلماء، إن كان من أولي الأمر أو من العلماء. فلما علم أهل البيت التقي أن الماء للأمير أحضروا كوبا نظيفا وماء باردا وشرب الأمير. وإن شئت فقل وضع ربك الملك القدير اللذة للأمير في هذه القطرات من الماء، وإذا شاء ربك شيئا لا رد لمشيئته. فسأل الأمير بيت من هذا؟ البيت ده بيت مين؟ قالوا بيت حاتم الأصم. فقال الأمير الرجل الصالح؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، أين هو لنسلم عليه؟ قالوا ذهب لحج بيت الله الحرام. قال إذن وجب علي أن أكافئ أهل بيته في غيبته، لا إله إلا الله. وأخرج صرة مملوءة ذهبا وكانت عملتهم من الذهب، وألقى صرة في بيت حاتم الأصم. لكن الرزاق أراد المزيد، فأنطق الله الأمير، فالتفت الأمير إلى الجند من حوله وقال من أحبني فليصنع صنيعي. والله اللي بيحبه واللي ما بيحبوش هيجامله يا أخي. جايز ربنا يكرمه في أول تشكيل وزاري يمسك وزارة، سبحان الله. فكل جندي معه جامله، وأخرج ما معه من المال وألقاه في بيت حاتم الأصم. سبحان الله. وامتلأ البيت بالذهب، ودخلت البنت التقية النقية تبكي، ودخلت أمها وبناتها. تبكي ليه؟ لقد صرنا من أغنى الناس في الأرض، بل وصرنا أغنى الناس في البلدة. فبكت البنت التقية وقالت لأمها وأخواتها لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ يا الله، حقق التقوى، والله العظيم سيجعل الله لك مخرجا من كل هم ومن كل غم. والله سيلبسك ثوب الرضا، والله سيلبسك الله ثوب الرضا وثوب الفرح. الهم اللي مالي عليك قلبك هتشعر بأنه انزاح، كأنه جبل من الجليد وقد انساح وذاب. ممكن من ساعة يملأ الهم قلبك. أنا أخاطب الآن الأمة كلها، وأنا عارف أن ما فيش إنسان إلا وفي قلبه من الهموم ما لا يعلمها إلا الملك العليم. أنا أخاطبك والله العظيم، والله أنت الآن قلبك مليء بالهم ومليء بالحزن ومليء بالألم. هذا لفقد المال، هذا لفقد الزوج، هذه لفقد الزوج، هذا لفقد زوجته، هذا لفقد المنصب، هذا لفقد حبيب لديه، هذا لفقد وظيفة من الوظائف، هذا لواقع الأمة، هذا لواقع إخوانه من المسلمين في غزة أو في فلسطين أو في العراق أو في الموصل أو في أي هموم كثيرة. والله لو حققت التقوى لله تبارك وتعالى، والله لو حققت التقوى لله تبارك وتعالى بعد المداومة على ذكره لبدد الله هذا الهم، والله لملأ الله قلبك رضا، والله لا أنزل الله على قلبك السكينة، واستشعرت حلاوة الأنس به ولذة القرب منه ولذة اليقين في أن كل ما قدره لك ربك تبارك وتعالى هو الخير، بل كل الخير، حتى وإن نظرت إليه بنظرتك الضيقة القاصرة على أنه شر، فما فيش شر محض أبدا. هذا الشر الذي أراه أنا شرا يحمل في طياته من الخير ما الله به عليم. ولو كشف الله عز وجل لك في هذه اللحظة ما يحمله هذا الشر الذي تراه شرا من وجهة نظرك، لو كشف الله لك ما فيه من الخير لسجدت لله شكرا على كل حال في السراء والضراء. فهو سبحانه الذي يحمد في السراء والضراء ويحمد في الشدة والرخاء، وكل شيء يقع في الكون إنما يقع بحكمة وبتقدير. إن كل شيء خلقناه بقدر.